اهلا بيكم. ده تاني فيديو معايا في كيفية التعامل مع الزوج الحدي. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات يا ريت تروحوا تشوفوه. لو انت فاتحه الفيديو بالصدفه وما تعرفيش احنا بنتكلم عن ايه، في فيديو اولاني عن اعراض اضطراب الشخصيه الحديه. لو انت متجوزه واحد الشخصيه دي، روحي اعرفي منه الاول انت معانا ولا مش معانا، عشان ما تدخليش في حاجه تاخد وقتك على الفاضي. وانا مش عايزه ده خالص والله. انتوا عارفين ان انا عايزاكم تستفادوا من كل كلمه بقولها. بدون مقدمات، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. النقطة اللي بعدها اللي وصلنا ليها بعد الفيديو اللي انا شرحته قبل كده، في الحاجات اللي تاخدي بالك منها وانتي بتتعاملي مع جوزك الحدي، ان انتي ما تتفهيش من شكواه. ازاي؟ هو دايما تملي هيشتكي لك من حاجات، مش هقول تافهه بس مش منطقيه شويه. زي ايه؟ انا وانا طالع النهارده البواب قابلني، بقول سلام عليكم، ردها كده وهو متضايق. هو انا عملت له ايه؟ ده ما شافش مني غير كل خير، ده انا لسه مديله اول امبارح 100 جنيه، هو بيعمل فيا كده ليه؟ انا هخلي صاحب العماره يمشيه. انت اصلا قاعده تتفرجي على فيلم سينما ومش فاهمه اي حاجه. طب انت ايه اللي عصبك كده كل ده عشان الراجل وطى صوته وهو بيرد عليك؟ هو مش مسألة مين اللي وطى صوته مين اللي على صوته، هو واحد فاقد التقدير لنفسه فمستني التقدير من اللي حواليه. لو حد بقى أثر في الموضوع ده يبقى هو عدوه. وش خلاص ده ما بيقدرنيش، خلاص ده المفروض يحكم عليه بالإعدام وهو واقف. ده غير ان هو يعني البواب كده دخله في دايرة ان ايه، هو انا عملت ايه غلط بقى خلى البواب يكلمني كده؟ فاهمين ازاي؟ يعني انت كمان ضغطت على اعصابي في انك دوشتني باني اقعد افتكر بقى كل المواقف اللي انت عملتها معايا عشان افتكر بقى انت ليه بتعاملني كده. واصلا البواب ده ممكن يكون ايه، ضارب بمراته بالجزمه القديمه، ولا هو فايق لجوزك ولا هو فايق لكم، ولا الحوار اصلا يخص جوزك، بس يا عيني هو يعني طريقته كده، تعامله مع الناس كده. فعايزه اقول لك لو حكالك موقف زي ده اوعي تتفهي منه. احترمي البركان اللي طالع لك بيه وما تقوليش ده انت مش طبيعي، ده انت غريب، انت بتعمل. هيمسك فيك انت، هيسيب البواب ويقول لك انت مش فاهماني، انا خلاص انا تعبت منك، انت عمرك ما فهمتي حاجه انا بقولها. طب انا بس بحكم من بعيد بالعقل ان انت غلطان. لا، مش ما فيش عقل عندهم، او مش عايز يسمع ايه الصح والغلط. هو في لحظه انفعاله ده لازم تهديه وتقولي له ايوه عندك حق، معلش حصل خير. مش معلش حصل خير باستفزاز، ولا تقعدي تقولي له مش عارف ربنا ما قالش كده مش كده مش كده. افهمي السكه ايه. هو مش عايز منك حاجات منطقيه دلوقتي، هو كل اللي عايزه انك تسمعيه وتسيبيه يفرغ الشحنه دي كامله. تمام كده؟ تاني حاجه عايزها منك، ما تحسسوش اللي بيقوله ده تافه او غير منطقي عشان هو مش ناقص. ولا احنا جايين نعالج بعض، هو حد قالك قيميه ولا وجهيه؟ انتي مراته، خلاص اسمعي اللي بيقوله واسكتي. تالت حاجه تعمليها، قومي بعد ما يخلص غضبه اعملي له حاجه تهديه. اوعي تفتكري ان في كلام هيهديه، ولا في حاجه هتقعدي تصوصوي قدامه وتقولي لا ده راجل طيب، ده ياما عمل ده. اللي انت بتعمليه ده يعني ايه، مسار تفكيره جاي كده ومسار تفكيرك انت جاي كده، هوب قمت جاي خبطه في دماغه. بقت الخناق يعني هو طيب ولا شرير، انا مش عارف، انا مش مركز. هيقوم عليك انت. بلاش ما تتفهيش من اللي بيقوله، ولا تتريقي عليه، ولا تدخلي معاه في جدال. اسمعيه لحد ما يخلص شحنة غضبه وقومي اعملي حاجة تهديه. ويا ريت تغيروا الموضوع لحد ما الدنيا تتحل لوحدها، مش انت اللي هتحليها خالص. هو ممكن جدا يرجع تاني في وقت هو له مزاج فيه، وبالصدفه البواب مزاجه رايق فيسلموا على بعض، خلاص ده حاجه عدت وبتاع، وهتبقي انت اللي ايه فسوخه في النص، انت اللي واقفه تسلكي ما بين جوزك وما بين بواب العماره. خلاص النقطه دي تمام. تعالوا على النقطه اللي بعدها. انت كزوج راجل حدي، انت مطلوب منك تبقى اعصابك في التلاجة. هتقولي لي يا نسمة يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. اعصاب ايه اللي في التلاجة وانا طول النهار مع الولاد والمذاكرة والتمارين وقرايبي واصحابي والنت وكل ده؟ ازاي هبقى اعصابي في التلاجة؟ كلنا قاعدين اعصابنا، يعني ربنا اللي يعلم بينا في الظروف اللي احنا بنمر بيها والحياة بتعمل فينا ايه. ازاي هيبقى اعصابي في التلاجة؟ انا هقولك حاجة، بصي، احنا عايزين نتعامل ان احنا متجوزين حالات خاصة،
مش وحشه بس حالات خاصه. عارفه لما تسمعي واحده صاحبتك تقولك انا جوزي غير اي حد، لازم ابقى في البيت الساعه 12، لازم البيت الاكل يتحط الساعه 10 بالليل، ما بيتغداش وقت البني ادمين. بتحترم التعليمات الواضحه اللي هو قال لها عليها. ليه؟ عشان ده واجب عليها كزوجه، ولو مش واجب عليها عشان هي بتحبه، ولو مش واجب عليها ولا بتحبه فهي عايزه تكمل الحياه دي وعايزه تخلي بيتها ما يتخربش. انت بقى جوزك ما بيفرضش عليكي تعليمات واضحه، التعليمات كلها مخفيه، كلها بتتلخص في فكره خليكي فايقاله، خليكي قادراله. الواحده الطبيعيه ممكن لما تولد تقعد تدلع في السرير 40 يوم، وظهري بيوجعني، والنهارده ايه فاقت وكويسه بس مش قادره تقوم المطبخ، والله مش طايقه نفسي النهارده. ده الطبيعي يعني الناس العاديين. انما انت معاكي حد لو انت ما حلقتيش عليه في البيت وفصلتي ما بينه وما بين الاولاد كل شويه، لا خليكوا كده يا اولاد، طب استنى انا هجيب لك اللي انت عايزه. طبعا وضع موتر ومش اي حد يقدر يعني يعمل ده، بس انا وانت عارفين ان انت غير اي حد. ليه غير اي حد؟ عشان انت فاتحه فيديو ازاي تتعاملي مع حد مضطرب. انت لو مش زي انت لو واحده عاديه كان زمانك دلوقتي فاتحه فيديوهات ايه حفظته النفقه والطلاق والمحكمه الاسره وربنا يعافينا. يبقى انت مادام دخلتي لي هنا مقرره تكملي. فلو بشويه تعب انا وانت نعرف نتفق عليهم عشان حياتك تستقر من غير خساير ما يجراش حاجه. طيب عشان برضه اساعدك في اني ما ارملكيش الكلمه واجري واقولك يلا بقى خليكي قادره له واجري، لا. لو الناس العاديه مطلوب منها تاخد فيتامينات من وقت للتاني عشان تحافظ على صحتها، انت لا، انت مكنه مدوره البيت، لازم وحتما الفيتامينات تيجي قبل ما مصروف البيت يتصرف عشان تفوقيله. خدي يعني انا يعني كل حاله غير التانية. صحتك هي عصب البيت، الصحه البدنيه بتظهر على الصحه العقليه ليكي. مش ما تقنعنيش ان واحده ظهرها وجعها بقالها 3 شهور ومكسله تكشف او مستخسره تكشف هيبقى عقلها فاضي وذهنها تمام وتقعد تحلق على الحريقه اللي في البيت دي، لا. فالفكره ان انت مش اوبشن ليكي ان انت تهملي في نفسك، لا، انت واجب عليكي تخلي بالك من نفسك عشان لولاكي البيت ده كله هيتطربق، مش هتستحملي. تاني حاجه تراعيها في نفسك، انا نفسيتي تعبت اليومين دول، زهقت من الاكل او الطبيخ، هات يا فلان تقولي جوزك مشكور عايزين 3 ايام اشتري وجبات من بره، ده انا هتقل عليه ومصاريف البيت، تقلي عليه النهارده بدل ما حياته تتطربق بكره، بدل ما بعد الشر تقوموا على بعض في خناقه، انت تعندي او انت مرهقه وهو يعند وبعد الشر تنتهي بكارثه. تقييمك للامور عايزاه يكون مختلف تماما عن كل اللي انت بتسمعيه. ما تجيش خالتك ولا عمتك ولا صاحبتك تقولك ده انا بنزل وبطلع وبروح وباجي وبعمل وعادي كلنا متجوزين وعادي. ده انت حبيبتي مش احنا. يعني انت ربنا يبارك لك، انت ربنا مديك رزقك في صحتك. انا رزقي يعني او ابتلائي في جوزي ان انا لازم ابقى فايقاله، ما اعرفش اعمل 20 حاجه في اليوم، هنظم مهام يومي وابقى اقل من الطبيعي من اللي الناس بتعمله عشان ما ارهقش نفسي، عشان الارهاق انا وانت عارفين بيودينا فين. فتخلي بالك من نفسك عشان هي اللي مدوره الحوار ده كله. خلصت النقط اللي تاخدي بالك منها وانت بتتعاملي معاه. باقي حاجتين عايزة اقولك عليهم تحطيهم حلقة في ودنك عشان هيقابلوك كتير في علاقتك مع الزوج الحدي. الزوج الحدي والخيانة، هتتكرر شكواكي كتير ان انتي شفتي حاجات مش مظبوطة كتير في حياته، خرج مع اصحابه عمل حاجة غلط، جاتلك صور على التليفون حاجة غلط. طيب انا مش جايه ادافع عنه، انا مش عايزاكي تكرهيني وتقولي لي انت في صفه وانت عذراهم، لا لا لا، انا مش عذراهم خالص، انا بوضح لك هو عمل كده ليه. انما في الاول وفي الاخر هو عنده درجه وعي ربنا وحده هو اللي يعلمها، هيعاقبوا عليها او مش هيعاقبوا عليها، ملناش دعوه بحساب ربنا للعبد تماما يوم القيامه. انا بتكلم في النهارده هو بيعمل كده ليه. اوعي يا بنت الناس تحسي ان ده تقصير منك. انت بعد اللي انا عماله ارصه بقالي فيديوهين ده وعماله اكد عليكي تعمليه، انا عارفه ان انت كده كده واصله لي وانت عامله 3/4، بدليل اهو انت لوحدك مخصصه 10 دقائق تسمعي عن اضطراب الشخصيه الحديه وجايالي، فانت كده كده عامله 3/4 اللي بقوله. فما بيني وما بينك هي دي واحده مقصره؟ انت عظيمه، انت روعه، انت مش بس متقبله ابتلائك، انت بتحاولي تحسنيه وتطلعي منه من غير خسائر.
فهو مش تقصير منك خالص، انت من كتر ما انت جميله عمال يعك وسايبك في حياته ويروح يعمل المصيبه ويجي يبوس رجلك ويتاسف لك. فاهمه ازاي؟ ده اكبر دليل ان انا تمام وتمام التمام، ما عليكيش اي نقطه وما عليكيش اي حاجه ممكن نقولها لك او انصحك بيها اقول لك ايه اصل زودي في كذا وإيه. لا، الموضوع ملوش علاقه لا بشكلك ولا بجمالك ولا باسلوبك. الخيانه دي بتيجي ليه؟ من كتر احساس الفراغ. يعني كانت الدكتوره ليلى رشوان يعني شرحتها برسمه، مش عارفه اعرف في المونتاج ادخلها او لا. الشخص الحدي عامل زي اللي جواه يعني حفرة أو دايرة كبيرة سودة عمالة تبلعه. يعني الأفكار السوداوية متكونة جوه الحدي في إنها يعني واخدة حيز كبير وفراغ. واحد يجي يقعد مع نفسه مش فاكر حاجة من الماضي، مش عارف حاجة في المستقبل، مش فاهم أصلا طب أنا جيت ليه، هو إيه الموقف اللي في حياتي أفتكرها أفتخر بيها، طب حاجة زعل عليها. ساعات كتير بيدخلوا في فراغ ممل وبشع بشع. انا من الوصف اللي سمعته بجد حاجة ربنا يكون في عونهم. فالشخص اللي في الموقف ده، الشخص لما بيوصل للمرحلة دي ما بيبقاش مميز بقى انا هخونها اصلها هتزعل، هو عايز اي حاجة تلهيه عن الاحساس المقرف ده. بدليل ان انت لما تعرفي انه دخل في علاقات هتلاقيها علاقات عشوائية وملهاش اي اساس، ولا ده نوع البنات اللي بتعجبه، ولا هو ده نوع العلاقات اللي بيحبها، ولا اي حاجة منطقية. اللي هيطوله خلاص هو ده تحت ايده، خلاص ده اللي لقيت محادثة، لقيت واحدة اخرج معاها، لقيت خلاص ده انا مريض بقى، فانا مع نفسي او مش مريض، انت مش فاهمة انا بعاني من ايه، فهو بيدي لنفسه الصلاحية دي. فعايزاكي لو بعد الشر انت زوجة حدي وتعرضتي للخيانة المتكررة، مش عايزاكي تفقدي الثقة بنفسك. لو عايزة تساعدي فعلا في الحوار ده حاولي تساعديه على وقت فراغه، ما تسيبيش دماغه فاضية. الدماغ الفاضية او الوقت الفراغ بتاع الناس الطبيعيين عنده هو سلاح ممكن يدمر علاقتكم وحياتكم. تفكروا في مشروع معقول تفتحوه مع بعض، فكروا في يا ستي فكري في مسلسل او فيلم تتابعوه مع بعض. الفيلم هيخلص في ساعتين، لا دوري على مسلسل من اللي هم ايه ال 40-50 حلقه دول عارفهم يعني، وخصصي له كل يوم ساعتين اتفرجي معاه عليهم فيها. هتقولي طب ما يتفرج هو ويسيبني في حالي، لا ما هو بيسرح وهو بيتفرج على الفيلم من كتر الافكار اللي شغاله، فمحتاج حد كل شويه يجره من افكاره. شفت كذا، انا عارف اللقطه دي حصل فيها فهمتي؟ انا مش بقولك اشتغلي اراجوز، والله العظيم انا عذراكي وعارفه ان انت عندك مليون الف حاجه غيره، بس هو مهم وهو محتاجك، وكل ده عند ربنا والله ما هيضيع وهيقعد لك في ميزان حسناتك. تاني نقطة عايزة اكلمك فيها، لو انت زوجة حدي ولادك يا فوزية الولاد اللي بيبقى باباهم حدي بيعيشوا حياة صعبة شوية. ليه؟ عشان بابا النهاردة عارف ان ابنه عمل حاجة صح، حبيب قلبي ابني حبيبي جاي من صلبي، ابني اللي مخلفتش غيره، احلى ولد عندي، احلى حاجة في الدنيا عندي. تاني يوم ابنك عمل حاجة غلط هيقوم عليه بالحزام يقطعه، عارفين العلقة بتاعت زمان دي؟ هيجيبوا انت منك لله وانت السبب في حزني في الدنيا وانت ابن عاق وانا يا ريتني ما خلفتك. فاهمين بقى؟ لما انا وانتوا ككبار وكناس ناضجه عماله احكي لكم على اللي بيحصل معاكي في خناقه زوجيه، ما بالك ده طفل او واحد مراهق مش فاهم اي حاجه عن باباه ولا بيحصل مع باباه، عماله مشاعره بتترقص الترقيص ده، هيطلع طبعا يعني انت كده هتطلعي اطفال مشوهه. فعايزاكي تخلي بالك على ولادك لو باباهم بالطبع ده. حاولي، مش هقولك ما تقولولوش على الغلط، لا عايزة تقولي لباباه على غلط هو عمله، يبقى وانتوا الاتنين لوحدكم ويخلص معاكي المشاعر المتلخبطة دي ويقعد يشتم فيه بس بعيد عنه، وتهديه كده وتقولي اهدى هو ما كانش قصده كذا، ده هو عمل الفعل ده عشان حصل كذا، عايزاك تهدى عشان خاطري، طيبي خاطره وامتصي غضبه، واوعوا تطلعوا من اوضتكم الا وهو مشاعره محايدة، او على الاقل مش بالسيران ده، عشان ابنك ما يضطربش. يجي يكلمه يبقى العقاب العادي، مش يغل عليه ويقوم عليه يقطعه ويجي تاني يوم يحضنه كده. انت بتدخلي ابنك او بنتك في يعني في مرض نفسي بحت.
فولاد الشخصية الحدية محتاج تعامل خاص. مش بقولك انت عصب البيت، عرفتي بقولك ان انت اولوية وراحتك اولوية وصحتك الجسدية والذهنية اول حاجة تتعمل في البيت. ليه؟ عشان انت من غيرك المنظومة دي كلها تفشل. هم هيضيعوا، ولادك هيضيعوا، وجوزك يعني ممكن بعد الشر انت عايشة مع واحد في لحظة انفعال ممكن ينتحر. فعايزاكي تاخدي بالك لو انت الناس يعني شخصيات زي دي. مش هتكلم في وراثة دلوقتي، مش مفيش ابحاث اثبتت ان اولاد الحدي شرط يورثوا شخصيته، لا خالص. وما بيني وما بينك عشان اطمنك، نفترض ان عندهم استعداد وراثي ده ما بيتعداش نسبته 25-30%. الاهم من الاستعداد الوراثي الاستعداد البيئي. لو وفرت لهم بيئة سوية هتخفي من عليهم كتير يظهر كل الاضطرابات دي. الشخصية الحدية هي مش مولودة كده، هي اتعرضت قبل كده، قلت في الفيديو اللي فات برضو، لطفولة ضغطة ولظروف قهرية، مثلا فشل في عمل، فشل في علاقة، واترسب ده في شخصية جوزك ووصل للي هو فيه النهاردة. احمي انتي ابنك وبنتك من انهم يوصلوا للمرحلة دي. خليكي وفري لهم انتي طفولة سوية ومراهقة معقولة، واديهم المفاتيح اللي ان شاء الله يبعدوا عن الفشل فيه في حياتهم. انتي بتعدي ناس مش عايزاهم يقعوا في المشاكل دي، فانت هتبقي اوعى. وانت هتلاقي لما تلاقي النتيجة قدامك ابوهم كده هتجري تحلقي على عيالك تقولي لا انا مش عايزة اولادي يطلعوا كده، انا مش عايزة يبقى دي حياتهم ابدا، مش عايزة احملك فوق طاقتك، انا مش جاية ازود عليكي، ربنا اللي يعلم. انا جاية اخفف عنك واديكي كام نصيحة تعرفي تتعاملي بيهم في حياتك. مش طالبة منك غير دعوة حلوة، مش طالبة منك غير لايك على الفيديو لو عجبك كلامي واستفدتي منه فعلا. ساعدوني في توصيل رسالتي. كل اللي انا بتمناه من يوم ما فتحت القناة ان احنا ننقذ ولو بيت واحد من الخراب. ربنا يبعد عن بيوتنا كلنا الخراب. بتمنى لكم ليكم ولنفسي كل السعادة اللي في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.